اهلا بيكم في وصفة جديدة من مطبخ توتي. النهاردة هنعمل ايس كريم. جبت لكم احلى وارخص واوفر وصفة للايس كريم. طبعا الوصفات كتير والطرق كتير والبدايل بتاعتها كمان كتير. انا عملت سيرش ودورت لكم على احلى واوفر وصفة ممكن تعملوا بيها ايس كريم. وكمان يعني اقتصادية جدا جدا، مش هتحتاجي كريمة، مش هتحتاجي كريم شانتيه، مش هتحتاجي كمان ماكينة الايس كريم. الطريقة سهلة وبسيطة، اتمنى تجربوه. جربوا الوصفة، لو عجبتكم اكتبوا لي في التعليقات. والجديد على قناتي مطبخ توتي يشترك فيها ويفعل الجرس على كلمة الكل عشان يوصلوا كل إشعار جديد بكل وصفة جديدة أنا بعملها في مطبخ توتي. شاركوا الوصفة مع أصدقائكم عشان الكل يستفيد. حقيقي تستحق التجربة، طعمه حلو جدا، كريمي وناعم ولذيذ جدا، ومكوناته بسيطة وطريقته سهلة جدا جدا. يلا بقى نبتدي في المقادير على طول. انا عندي كيلو من الموز، انا قسمته على مرتين، هخلطه على مرتين علشان يديني قوام كريمي بمنتهى السهولة. هقطع كمان الموز قطع صغيرة عشان انا هنعمه بالهاند بلندر عشان يديني قوام كده ناعم وكريمي بسرعة. لو هتعمليه في الخلاط ما تضيفيش مية خالص، او حتى لو هتعمليه في الكبة ما تضيفيش مية خالص، لان انا هعتمد على قوام الموز في قوام الجيلاتي نفسه. لو عندك الموز جامد شوية ممكن تركنيه لتاني يوم بحيث انه يطرى شوية عشان يساعدك في الخلط. انا مش هضيف ليمون على الموز. اي وصفة احنا بنستخدم فيها موز بنضيف ليمون عشان الموز ما يسودش. انا مش محتاجة ليمون في الوصفة دي، كده كده المكون التاني اللي انا هضيفه على الموز هو اللي هيديني اللون، ومش هيحتاج ان انا اضيف ليمون. بكل سهولة كده بالهاند بلندر هبتدي انعم الموز بتاعي. ما تضيفيش اي ميه، اي لبن، اي سوائل. هو الموز هيديني القوام المطلوب للايس كريم. زي ما انتوا شايفين كده ابتدى ينعم معايا بسرعه ازاي. هخلطه كويس جدا اضيع منه اي تكتلات. شايفين القوام بقى ناعم وكريمي من غير كريمه خالص. هبتدي اضيف الجزء التاني من الموز، هقطعه برضو قطع عشان اسهل عمليه فرم الموز او تنعيم الموز. هبتدي بقى اخلطه كويس جدا انعمه. زي ما انتوا شايفين كده في الخطوة الجاية هتلاقوه بقى بوريه وناعم جدا جدا وتقيل كمان، وفي مطة كده من غير بقى من غير اي اضافات. الوصفة دي سهلة جدا، ممكن تحضريها في الفريزر اي وقت ولادك يحبوا ايس كريم تقدمه لهم على طول. ومكوناته كمان مغذية ولذيذة هتعجبهم، يعني مفيش طفل ما بيحبش الشوكولاتة. الخطوة الجاية انا هضيف شوكولاتة سايحة على الموز ده. المكونين اسهل من بعض وبيدوا طعم حلو جدا، وهيبقى ايس كريم صحي كمان من غير مواد حافظة. بصوا في الخطوة دي انا كنت ضفت نص كوباية من الشوكولاتة السايحة، مسايحاها على حمام مية، بس الخطوة دي ما اتصورتش معايا فده كان باقي الشوكولاتة. هبتدي برضو ادمجه مع الموز والشوكولاتة الاولانيين. هخلط بقى الكمية كويس جدا جدا، عايزاها تبقى ناعمة قوي وكريمية. وهو كده خلاص الوصفة بتاعتنا مش هضيف لها اي اضافات. والاضافات اللي جاية كلها اللي انا هضيفها كلها اختيارية، ودول كده دي كده الوصفة الاساسية ممكن تعمليه كده هيبقى حلو جدا. لكن الاضافات اللي انا هضيفها بعد كده بتعزز بقى الطعم والنكهة ويعني بنخليه كده اغنى واحلى شوية. هضيف كمان على الخليط دوت معلقة من الكاكاو، ودي اختياري انا ضيفاها بس عشان اعزز اللون وقت التصوير. ما عندكيش كاكاو او مش عايزة تحطي كاكاو مفيش مشكلة. انا كنت عايزة اغمق اللون شوية بس مش اكتر. هبتدي اخلط بقى الكاكاو على كمية الايس كريم اللي انا عملتها. هو كده خلاص بقى ايس كريم ما بقاش موز. شايفين القوام ناعم وتقيل ازاي، من غير كريمة خفق، من غير اي حاجة، ولا عسل جلوكوز ولا اي اضافات بتضاف على الجيلاتي. لو انتي لسه متابعة معايا الفيديو اعملي لايك للفيديو، ما تنسيش تشيريه لكل اصحابك عشان الكل يستفيد، ودعميني بتشير القناة عشان نكبر مع بعض. شايفين القوام ناعم وتقيل وكريمي في نفس الوقت.
هضيف كمان معلقة كبيرة من الكريم شانتيه، ودي برضو اختيارية. يعني اي مكونات انا بضيفها دي اختياري، عشان انا عايزة اعزز القوام واعزز اللون واعزز الطعم. متوفرين في عندك في مطبخك حطيهم، مش متوفرين هو الموز والشوكولاتة هيدوكي برضو ايس كريم حلو جدا وصحي وغير مكلف وطعم حلو قوي. هيطلبوه ولادك منك كتير. هخلط بقى كويس جدا المكونات دي كلها عشان يندمجوا مع بعض. شايفين القوام بقى سلس وكريمي وناعم. عندي في القناة كنت عملت السنة اللي فاتت برضو ايس كريم بالشوكولاتة بطريقة مختلفة، هسيبه لكم في صندوق الوصف. طريقة حلوة جدا، اتمنى تجربوها، بس من غير فاكهة. يعني انا المرة دي عملته بالفاكهة، السنة اللي فاتت ما كنتش حاطة فيه فاكهة. بصوا هنا انا بقول لكم بس، شايفين القوام تقيل ازاي لما بعمل خطوط بايد الهاند بلندر بتعلم ازاي؟ شايفين بالسباتيولا تقيل ازاي؟ وهو ده القوام اللي انا عايزاه. هبتدي بقى احضر العلب اللي انا هحط فيها الايس كريم عشان اصبه فيها. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو. هصبه بقى في العلبة، علبة محكمة الغلق ويكون ليها غطا كويس، ونحطها في الفريزر. شايفين القوام تقيل ازاي؟ والطعم حلو قوي، هيعجبكم. هدي بقى خبطتين كده للعلبة على الرخامة علشان اخرج اي هوا فيها، عشان لما اجي اقدمه ما بقاش فيه اي فراغات او اي فجوات. هيدخل التلاجة حوالي 6 ساعات، وبعد 6 ساعات هنبتدي نقدمه مع بعض. دي كانت الكمية كلها، جم عندي في علبتين، واحدة صغيرة واحدة كبيرة. هجمده بقى في الفريزر، وهرجع لكم في الخطوة الجاية عشان نقدم الايس كريم القمر بتاعنا اللي احنا عملناه بطريقة سهلة وبسيطة وبمكونين اتنين. ده كده شكل الايس كريم بعد ما قعد 6 ساعات في التلاجة. تماسك طبعا. شايفين كمان ناعم وكريمي وما عملش اي كريستالات من التلج. حلو قوي، طعمه جميل جدا، اتمنى تجربوه. انا هنا قدمته بالمعلقه بتاعه الايس كريم. لو انت ما عندكيش المعلقه دي ممكن باي معلقه عندك آه تقطعي الايس كريم. شايفين شكله قمر ازاي وبطعم الشوكولاته، يعني وصفه هتتنسى في اول دقيقه. انا هنا هقدمه في بوله، وممكن تشتري البسكوت بتاع الايس كريم وتحطيه الايس كريم في البسكوت، فهيبقى شكله زي الجاهز بالظبط. انا هحط بولة كمان، وبعد كده هزينه تزيين بسيط جدا بالصوص الشوكولاتة. وتزيين الصوص الشوكولاتة ده اختياري، لو ما عندكيش شوكولاتة سايحة مفيش مشكلة، هو لوحده طعمه حلو. وكمان زينت البولة بتاعتي بسكوت ويفر. البسكوت ده طبعا بيتباع في السوبر ماركت وعند محلات المخبوزات، بيبقى متوفر في الايام دي. شايفين شكله حلو ازاي؟ بيعمل كمية كبيرة، ومش محتاجناش لكريم ولا كريمة لباني ولا كريم شانتيه كتير ولا حتى شوكولاتة غالية. يعني اي شوكولاتة مطبخ هتأدي الغرض. ولو انت هتعملي للرجيم ممكن تستبدلي الشوكولاتة اللي انا حطيتها بشوكولاتة تانية دارك، بيبقى نسبة الكاكاو فيها عالية وسكر قليل، فده لو حد عامل رجيم. الوصفة ناجحة وجربوها وهتعجبكم جدا جدا. سهل جدا واقتصادي. في خلال كام ساعة هتعمليه، طول الصيف هيبقى عندك ايس كريم لو عملتيه بالطريقة دي. شايفين هنا انا بدوقه كمان طعمه حلو قوي قوي. لو جربتوه بطريقتي اكتبوا لي في التعليقات، واللي يجربه ويعجبه يدعيلي دعوة حلوة، والجديد على قناتي يشترك فيها ويفعل الجرس عشان يوصله كل اشعار جديد من مطبخ توتي. السنة اللي فاتت كنت عملت ايس كريم برضو بالشوكولاتة بس بطريقة مختلفة. هسيب لكم رابط الفيديو في صندوق الوصف. الطريقتين احلى من بعض، اتمنى تجربوهم وتقولوا لي رأيكم. شايفين بقى بعد التقديم في الشكل النهائي حلو قوي ازاي؟ طريقة سهلة وبسيطة، امكانياتها قليلة، غني جدا يعني.
الايس كريم ده نفسه يعني فيه فيتامينات بتاعة الموز كلها في الشوكولاتة، يعني مفيد جدا للاطفال. لو عندك اطفال ما بيحبوش الموز او ما بيحبوش الشوكولاتة، ممكن تدمجي الاتنين في وصفة، فاكيد الاطفال كلهم بيحبوا الايس كريم، فالوصفة هتعجبهم جدا جدا. اتمنى تكتبولي في التعليقات لو الوصفة عجبتكم، واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس على الكل عشان يوصل لكم كل اشعار جديد من مطبخ توتي. سلام.